مشاتيح أو خبز رمضان نختلف على الاسم بس نتفق إنه أطيب خبز بالسحور. طريقته كتير سهلة وريحته بالبيت ولا أحلى من هيك. بخلط كل النواشف، ضيف الزيت وبعجن بالمي الدافية 10 دقايق. بعد منها بغطي على العجينة ترتاح بحرارة المطبخ نص ساعة. هلا بدي أحضر جبنة مدخنة. رح أشوي فليفلة حمراء، راس من الثوم مع شوية زيت زيتون، فرن محمى مسبقا على 200 تقريبا تلت ساعة. هلا بدي سخن الحليب. أول ما يسخن عندي رح ضيف الخل والملح حتى تتكون عندي طبقة من القريشة. كتير مهم إني صفيها بشاش أو حطها بكيس لبنة مع تقالة حتى تنزل منها كل المي وتبرد عندي. هيدي طريقة التشكيل للمشاطيح. بنشكلهم بهيدي الطريقة بإيدينا ورح أدهنهم بخليط التنقيش. رح أذكرهم كلهم تحت الفيديو. فيكم تحطوا حبة البركة أو زعتر. فرن محمى مسبقا على 200. أول ما يطلعوا عندي بغطيهم 10 دقايق بفوت نضيفة. وهلا رح أخلط مكونات الجبنة حتى تصير عندي كريمية وصاروا جاهزين عندي. وألف صحة.